الطيور الغريبة اللي قدامكم في الصورة دي اسمها هاجسة القوى المتوج. سبحان الله، بيوجد في بقها رسم أو نقش غريب اسمه النقش الفسفوري، وظيفته إن الأمهات بتستخدمه علشان تنور بيه في الضلمة، وده طبعا لأنها بتكون مخبية أولادها في جذع شجرة عميق جدا ومش بيوصل له أي ضوء نهائي. والسبب اللي بيخليها تعمل كده إنها خايفة على أولادها من المفترسين ربما ياكلوهم. طبعا الأم بتروح تجيب الأكل ليهم، وجذع الشجرة ده بيكون مظلم أو عتمة في عز النهار وتحت ضوء الشمس، وبمجرد ما بتدخل جوه الجذع وبتنزل جواه بتنور المكان كله ببقها زي ما يكون جواه ليزر أو حاجة. ده غير إنها بتعمل بيه أكتر من لون مختلف، وبجد يعني سبحان الله. في بعض الدول بيسموا الطيور ديت اسم الطيور الذهبية، وبالنسبة للأجانب فبيسموها طيور أعياد الميلاد. وبكده يكون الفيديو انتهى. لو عجبك او استفدت منه بمعلومة اضغط له لايك وشاركه مع اصحابك، ولو اول مرة تشوف القناة وعجبك المحتوى اشترك دلوقتي وتابع كل جديد انا بقدمه. وما تنسوش ان رأيكم بيهمني جدا في التعليقات قبل الكلام ده كله. سلام.